السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد، النهارده مكمله معاكم في سلسله جهاز العروسه. النهارده هوريكم كام فكره كده للملايات المشجره والملايات اللي هي الكاروهات. الوان كتير واشكال كتير مختلفه، حبيت ان انا اجمعها لكم النهارده. هوريكم كده جزء منها، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، كمان حطوا لي لايك عشان تشجعوني اعمل فيديوهات تانية كتير. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب، اول حاجه هوريها لكم يا بنات في الملايات النهارده هي الملايات الكاروهات للسرير الكبير. كل الملايات النهارده يا بنات اللي هوريها لكم في الفيديو هتكون للسرير الكبير مشجره وكاروهات. خلوني كده اوريكم اول واحده. بسم الله. بصوا يا بنات، هو ده كده شكلها اهي. هي من ماركه اسمها النهضة الغربية، نهضة الغربية. هو ده كده شكلها، يا ما شاء الله كبيرة كده اهي يا بنات. هي متبرشمة للأسف، أنا مش عايزة أفتحها بصراحة، بس هو ده كده شكلها، يعني هي معروفة. دي كده أول حاجة. طب الحاجة اللي بعد كده يا بنات هي بتبقى نفس المقاسات ونفس كل حاجة. هحاول كده اشوف لكم مكتوب كام في كام. هي مش مكتوب مقاس، بس هي السرير الكبير عموما. الازرق دي كانت اول واحدة، وكمان جالي اللون ده اللي هو الموف ده. هو ده كده شكله اهي بنات، من نفس الماركة ونفس كل حاجة. ده اللون كده بتاعها. هوريكم اللي بعد كده، اللون الخطير ده اهي يا بنات. هما 4. خلينا متفقين ان انا مكنتش هجيب 4، انا كنت جايبة تقريبا 2، بس جولي 2 من نفس الماركة وكل حاجة. ودي اخر واحدة اللي هي الاحمر دي. 4 يا بنات من نفس كده الماركة ونفس كل حاجة. هو ده كده شكلها واللون بتاعها. دول كده كانوا اول 4. دول كده يا بنات كانوا ال4 الوان اللي انا جبتهم. طيب هوريكم اللي بعد كده. بسم الله. جبت الازرق دي من ماركه اسمها العجايبي لوكس، طبعا كلكم عارفينها. ده طقم يا بنات، ملايه و2 خداديه و2 مخده، 5 قطع. هو ده كده شكله في الفرش اهو. وده اللون اللي انا جبته منه، جبته ازرق كده. ده كده المفروض ده شكله لما يتفرش. فجبت دي. وكمان يا بنات جبت ده من ماركة اسمها عمر وسلمى، من محل برضو. هو ده كده شكله برضو 5 قطع. والمفروض ان ده الشكل بتاعه لما بيتفرش وكده، باختلاف بقى اللون. انا جايبة اللون والورد بينك كده، وده كده شكله. كمان يا بنات جبت من نفس الماركة حاجة كده اطفالي شوية، يعني انا كل الاشكال اللي عندي حاجات فيها ورد او بوكيهات او حاجات تركي او حاجات سيمبل. فقررت كده بصراحة اجيب حاجة كده تبقى اطفالي شوية كتغيير، يعني حبيتها كده. هو ده كده شكلها، هي اطفال من ماركة اسمها عمر وسلمى برضو. 5 قطع. بصي يا بنات، اخر حاجة بقى هوريها لكم. هو الطقم ده طقم كده ملاية
و2 خداديه و2 مخده. بس عايزه اقول لكم هو كده، هو لونه سيمون وساده خالص خالص، ما فيهوش اي فكره. ده بقى انا جبته ليه؟ جبته على اساس لو عندي مفرش فرو، وانا اصلا جايبه مفارش فرو وكده، افرشها على طرف السرير. عندي كوشن كده مختلفه، واكياس كوشن عارفين اللي هي بتتباع اونلاين وكده، فعلى الحاجات الساده هتبقى حلوه قوي. فانا بصراحه جبت الطقم ده عشان العب بقى في الديكور بتاع السرير براحتي. بس كده يا بنات، دول كانوا الافكار بتاعت النهارده. يا رب تعجبكم، يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع افكار جديده واطقم جديده. بصوا يا بنات، الاسعار بصراحه انا ما قلتلكمش اسعار، لان الحاجات دي بقالها سنين معايا، فانا بس بديكم افكار وبفكر البنات بحاجات ممكن يجيبوا مثلا حاجات تركي كتير ويبقوا مبهورين بيها، برغم ان في حاجات تانية في الفرش بتبقى خطيره وحلوه قوي. فانا حبيت بس اوريكم افكار في الفيديو ده والوان، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني جدا، وباي باي.